تخيل ان يكون شغلك في مقبرة من مقابر الموتى، وانت قاعد بالليل وبتحرسها تسمع صوت غريب بره الأوضة اللي انت قاعد فيها، ولما تفتح الشباك علشان تشوف ايه اللي بيحصل تلاقي في وشك راجل طويل وغريب كده وشعر اسود بيتنقل بين القبور. ولما تروح علشان تشوف مين الراجل ده تكتشف الصدمة الحقيقية. القصة اللي بنحكي عليها النهاردة حصلت مع حارس مقبرة في إحدى الدول العربية. الحارس بيحكي ويقول: أنا كنت شغال الشغلانة دي وكنت بحبها والدنيا كلها كانت تمام، بس في يوم من الأيام سمعت أصوات غريبة ما كنتش متعود إن أنا أسمعها، وأنا وقتها كنت نايم في الأوضة بتاعتي اللي هي في المقابر دي، يعني علشان جنازة جت أو حاجة أطلع أفتح الباب للجنازة دي ومنها برضو أحرس المقابر الموجودة. المهم اليوم الغريب ده كنت قاعد، ولما سمعت الأصوات الغريبة دي بتحصل قلت أفتح شباك الأوضة أشوف إيه الصوت ده. ولما فتحت الشباك لقيت راجل الغريب وطويل كده وشعر أسود. أنا ساعتها بقى ما كنتش مصدق عيني، لأن باب المقابر أنا قافله بإيدي. إزاي الراجل ده دخل جوه المقابر؟ طلعت بدون تفكير بره الأوضة علشان أشوف مين الراجل ده وجاي المقابر في الوقت ده بيعمل إيه، لأن وظيفتي زي ما قلتلكوا هي إن أحرس المقابر دي. وبسرعة طبعا رحت لعنده وحتى ندم عليه وقتها وقلت له: هو أنت مين؟ الراجل وقتها كمل مشي بين المقابر وكأن أنا مش بنده عليه ولا هو اصلا سامعني، لحد بقى ما اتغلبت على خوفي منه ورحت لعنده وخبطت على كتفه. اول ما خبطت على كتفه بص لي وقال لي: نعم في ايه؟ فقلت له: ايه اللي نعم؟ هو انت ايه اللي دخلك هنا اصلا بالليل؟ الساعه دلوقتي عدت 12، وازاي انت فتحت باب المقبره وانا قافله بايدي؟ رد عليا وقتها بكل جراءه وقال لي: اسمعني، انا مش اول مره ادخل هنا، وتقريبا انا باجي كل يوم للمقابر هنا، بس معرفش ليه المره دي انت خدت بالك مني ان انا دخلت هنا. رديت عليه وقتها وقلت له: طيب هو اصلا انت ممنوع تدخل هنا. قطعني في الكلام وقتها وقال لي: ممكن تسمع كلامي لحد الاخر؟ تفتكر يا ناس مين الراجل ده وازاي دخل المقبره بالليل كده وهي مقفوله؟ المهم لقيته بيقول لي: انت حارس مقبره، يعني مرتبك حاجه بسيطه خالص. بصيت له كده وانا مش فاهم هو بيقول ايه. راح قال لي: ما تخافش، انا هساعدك بس على شرط انت كمان تساعدني. قلت له: ايوه، يعني اساعدك ازاي؟ يعني لما انت دخلت اصلا من غير ما افتح لك. راح قايل لي: انت مش امك تعبانه؟ قلت له: فعلا امي تعبانه، بس انت ايه اللي عرفك؟ قال لي: مالكش دعوه. المهم اني عرفت وكلامي كله صح. وقال لي وقتها الراجل الغريب ده ان هو يتكفل بفلوس امه كلها، بس مقابل ده انك تساعدني، لان مش هخليك تشيل هم علاج امك خالص. ولما فكرت وقتها دقيقه كده في امي قلت له: موافق اساعدك، بس ايه هي المساعده دي؟ رد عليا وقتها رد خلاني استغربت. قال لي وقتها ان هو ساحر وبيشتغل في السحر. كمان قال لي وقتها ان هو هيحتاج مني حاجات وانا المفروض ان انا اسهله الحاجات دي. لقيت نفسي برد عليه وقتها وقلت له: انا موافق. طلع فلوس من جيبه وقال لي: ده لزوم الاتفاق اللي ما بيننا. استغربت وقلت له: طب انت محتاج ايه مني النهارده اساعدك فيه؟ قال لي: لا، انت النهارده تروح تنام في اوضتك زي ما كنت وانا هخلص الحاجات اللي عليا وامشي. خدت رقمه واخد رقمي وقال ان هو هيرن عليا قبل ما يجيلي المقابر بالليل بكره. مشيت وقتها ورحت اوضتي وقلت: وانا مالي يا عم، ساحر طول ما بيديني فلوس ومش بيأذيني يعمل اللي يعمله. بس ما كنتش اعرف ان بعد اليوم ده حياتي كلها هتتقلب ومش هبقى مرتاح نهائي. انا كنت عارف وقتها ان انا اللي عملته غلط، بس انا قلت عشان علاج امي واني محتاج الفلوس دي جدا، بس طبعا ده مش مبرر للي عملته. وبعدها تاني يوم نفس الميعاد لقيت باب الاوضه حد بيخبط عليا. فتحت الباب لقيت الساحر واقف لي بالشكل المخيف اللي بيجي بيه كل يوم. بصيت له وقتها وقلت له: اهلا. قال لي: ايه، مش هتدخلني الاوضه ولا ايه؟ كنت خايف جدا وقتها لانه ساحر وممكن يحط لي حاجه في الاوضه او حتى ممكن يأذيني. دخلته الاوضه وعملت له شاي وقال لي: اسمعني، زي ما عرفتك ان انا ساحر، يعني الفلوس اللي معايا دي كلها من السحر واللي اديتك منها برضه من السحر. رديت عليه وقتها وقلت له: يعني الفلوس اللي خدتها لعلاج امي دي من السحر؟ قال لي: ما تركزش وكمل كلامه. انا ترعبت وقلت له: طب انت محتاج ايه مني بالظبط؟ قال لي: محتاج منك ان انت توفر لي حاجات معينه علشان السحر، زي مثلا انا دلوقتي عاوزك تجيب لي عظمه من رجل ميت. اتخضيت وقلت له: ازاي يعني؟ قال لي: يعني تشوف قبر حد مدفون من زمان وتنزل وتجيب لي عظمه من رجله. الموضوع سهل يعني، وانت عندك القبور دي كلها. انا كنت وقتها مرعوب وقلت الراجل ده ما عندوش لا قلب ولا رحمه، لانه وقتها كان بيتكلم عن حيوانات مش حد ميت ولا بشر حتى. فرديت عليه وقلت له: ازاي اجيب لك عظمه؟ ده حرمه ميت وما ينفعش اعمل كده. قال لي: بقول لك ايه، ما تدخلنيش في الامور دي وما تقوليش حرمه ميت لانك اتفقت معايا. وطلع فلوس من جيبه واداها لي. فقلت له: ماشي خلاص انا هعمل كده. ساعتها انا اتبسطت طبعا وما كنتش واعي اللي بعمله، وقلت كويس كل ما اجيب له حاجه هيديني فلوس اكتر. فعلا رحت القبر وقتها وجبت له العظمه اللي هو بيحكي عليها. اليوم ده
ما كنتش متخيل انا ازاي عملت كده، وقلت اكيد دي اخر مره وهو مش هيطلب مني حاجه تاني. بس للاسف جه اليوم التالت وقال لي المره دي بقى انا عاوز منك جمجمه ميت. قلت له بقول لك ايه، لا كده كتير وانا خايف من الموضوع ده. قال لي ما تخافش، انزل بس انت قبر حد من الميتين دي وهاتها، وانا هجيلك يوم التلات عند عمل تحضير. ساعتها قلت له وانا خايف تحضيري ايه؟ رد بكل جراءه وقال لي تحضير جن. كمان قال لي لازم احتاجك علشان تساعدني، لان وقت التحضير بحتاج حاجات معينه وانت طبعا هتكون معايا. انا حرفيا كنت هموت من الخوف، ورديت وقلت له لا يا عم انا خايف من الحاجات دي. ضحك وقتها وقال لي ما تخافش، مش هعرضك لاي ضرر وخليك واثق فيا. اهم حاجه حضر لي جماجم علشان توزعهم معايا على الارض ونبقى نحضر الفحم والنار بقى مع بعض. رديت وقلت له خلاص. وقتها كنت بطلع الكلام بالعافيه. قال لي ما تقلقش، انت هتساعدني بس لكن مش هيحصل لك اي حاجه. وبعدها الساحر ده خد بعضه ومشي. فضلت طول اليوم ادور على الجماجم واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وسط القبور اللي انا فيها، وجبت الجماجم فعلا اللي طلبها الساحر. انا ما كنتش وقتها حاسس بنفسي، كنت بس بدور على الفلوس علشان علاج امي، وبرضه ما كنتش عامل حسابي ان الفلوس اللي انا باخدها من الساحر دي فلوس حرام، بمعنى اصح كنت مغيب. جه بقى يوم التلات اللي احنا اتفقنا عليه. وقتها بقى جه الساحر وخبط على الباب. فتحت الباب وقلت له اهي كل الجماجم اللي انت طالبها. فرح وقتها وقال لي ايوه كده نساعد بعض، وقال لي برضه هات الجماجم دي ويلا بينا. قلت له على فين كده؟ قال لي احنا هناخد بعضنا ونروح على اي قبر كده ما فيهوش حد ميت علشان الموضوع يكون متداري وما فيش حد ياخد باله. وبالفعل رحنا القبر ونزلنا فيه وعملنا كده، وانا كنت وقتها مرعوب. الساحر وزع الجماجم دي في القبر بطريقه معينه، وفوق كل ده ولع نار ورش حاجات غريبه في الارض لزوم تحضير الجن. بعد ما رش الحاجات الغريبه دي وولع النار ورص الجماجم، فضل يقول حاجات غريبه واسماء غريبه انا مش فاهمها. ساعتها بقى انا خمنت ان الاسماء دي هي اسماء حد من الجن اللي هيحضرهم. انا كنت واقف وراه بشويه وهو عمال يقول كلام غريب ويصرخ في المكان ويحرك ايده يمين وشمال. وهنا بقى جات الصدمه. فجاه طلع لنا طفل غريب كده وشكله مرعب ومشوه وسنه ما بين ال6 سنين او ال7 سنين كده. ساعتها بقى انا كنت مرعوب وقلت له شوف ايه اللي بيحصل ده في واحد ظهر لنا في المكان هنا. رجعني لورا وفضل يكمل اللي بيعمله والكلمات الغريبه اللي كان بينطقها لحد ما خلص. وقتها بقى انا حسيت ان جسمه كله سخن وبالذات ظهري. الطفل بعد ما ظهر اختفى بعد 30 ثانيه. فالساحر بصلي وقال لي خلاص المهمه بتاعتك كده انتهت، تقدر تروح لاوضتك. فقلت له يعني كده خلاص خلصنا؟ قال لي ايوه احنا كده خلاص خلصنا، تقدر تروح لاوضتك وانا هجمع الجماجم دي والحاجات اللي عملتها وهمشي على طول. رحت على اوضتي وانا كل خوف ورعب من اللي حصل لحد ما نمت. بس كانت نومتي المره دي مخيفه، وده بسبب ان انا حلمت بالطفل ده وهو بيهددني. صحيت بسرعه من النوم ورنيت على الساحر كتير بس ما ردش عليا. عدى يومين وانا برن وهو لحد الان مش بيرد عليا، والتليفون بتاعه فجاه اتقفل. قلت انا كده لازم اروح لبيته. سالت عليه ناس كتير ودلوني على بيت الساحر. اول ما وصلت لقيت الامن بتاع البيت بتاعه بيقول لي انت رايح فين؟ قلت له انا عاوز فلان الفلاني. فقال لي للاسف هو توفى. قلت له نعم ازاي توفى وانا لسه شايفه من يومين ما كانش فيه اي حاجه؟ الامن قال لي والله خبطنا عليه لقيناه ميت جوه الشقه وعرفنا انه توفى بسكته قلبيه. بصيت للامن وقتها وانا خايف او مرعوب ومشيت وانا الدنيا ضاقت بيا وكنت خايف احلم بكوابيس تاني. رجعت تاني الاوضه ونمت وحلمت وقتها حلم اوحش ومخيف عن حلم المره اللي فاتت. نفس الطفل جالي وكلمني وقال لي انت والساحر عذبتوني وانا مش هسيبك في حالك، وكمان قال لي ان هو هيخلص عليا زي ما خلص على الساحر اللي عذبه العذاب ده. صحيت من النوم بسرعه وفضلت 3 ايام ما اطلعش من اوضتي نهائي، ولا نهار ولا حتى ليل، لان كنت خايف وقتها وبفكر في الحلم وان الطفل ده ممكن لو طلعت يقتلني. لحد ما في يوم جت جنازه المقبره وكان معاهم شيخ. صليت معاهم صلاه الجنازه، وبعد ما الشيخ خلص قلت له لو سمحت يا شيخ عاوزك في موضوع، وحكيت له كل الموضوع. الشيخ قال لي ايه اللي انت عملته ده وازاي تشارك في عمل زي كده؟ قلت له انا تبت والله بس اديني حل، انا حياتي كلها اتقلبت. قال لي بص يا ابني انا هديك حل، استمر على المعوذات والصلاه والاذكار وسوره البقره وباذن الله تتسهل كل امورك. فعلا وقتها سمعت كلام الشيخ ده وفضلت على طول اقرا سوره البقره، وكمان قعدت اقول الاذكار 24 ساعه. هي فعلا وقتها الاحلام اللي كانت بتجيلي دي قلت، بس برضه كانت بتجيلي، وخصوصا يوم التلات اليوم اللي احنا كنا بنعمل فيه الحاجه دي. بس بعدها بفتره لما انا انتظمت في الصلاه وقراءه القران الاحلام دي اختفت تماما وما بقتش تجيلي. ساعتها بقى سبت شغل المقبره
لاني ما كنتش مرتاح له بعد اللي حصل. وطبعا نصيحتي لاي حد ان هو ما يكررش نفس غلطتي. القصة بتاعت النهاردة بتحكي عن واحد اسمه أيمن بيحكي ويقول: أنا كنت مغترب وبدرس في جامعة من جامعات القاهرة، والحكاية بدأت معايا في شهر مايو واحنا داخلين على الامتحانات كده. وقتها ما كنتش اعرف اي حاجه عن اول ماده همتحنها، وطبعا كلمت اصحابي وقتها وقالوا لي ان هم هيصوروا ورق من عبد العزيز اللي هو كان بيكتب في المحاضرات. بس ساعتها قابلتنا مشكله، وهي ان احنا كلنا ما نعرفش بيت عبد العزيز فين، وكنا عارفين ان هو ساكن في شبرا، بس في شارع ايه وفي اي مكان بالظبط ما كانش حد يعرف. افتكرت وقتها ان انا خدت رقم عبد العزيز، فرنيت عليه وسلمت عليه وقلت له ان انا كنت محتاج اعرف بيتك فين بالظبط في شبرا، علشان محتاج منك الورق بتاع المحاضرات اللي هنذاكر منه. عبد العزيز قال لي ان هو بره البيت وهيرجع على الساعه 10 بالليل. فقلت له خلاص ماشي يا عبد العزيز، انا هبقى عند بيتك الساعه 10 بالليل، فبعد اذنك كده اوصف لي المكان بالظبط. وصف لي البيت والمكان وقتها، والحمد لله ان المكان ما كانش بعيد وانا كنت اعرفه كده. وكان المكان ده في شبرا في شارع اسمه شارع الكركي. نزلت من بيتنا الساعه 9 بسرعه وفضلت ماشي لحد ما وصلت لشارع الكركي. كان شارع هادي وما فيهوش ناس كتير، وكنت مستغرب جدا لان باقي شوارع شبرا كلها زحمه ومليانه ناس كتير، اشمعنى بالخصوص الشارع ده؟ وصلت للعماره القديمه اللي في اول الشارع، بس ما كنتش فاكر عبد العزيز قال لي العماره رقم كام بالظبط. ساعتها بقى انا قلت هنادي واقول يا عبد العزيز وهو هيسمعني ويبص لي من فوق وينزل. وبالفعل قعدت انادي على عبد العزيز لحد ما شباك من العماره اللي على ايدي الشمال اتفتح. طلعت واحده بنت من شباك الدور الثالث وقالت لي انت صاحب عبد العزيز؟ ساعتها قلت لها ايوه. هو عبد العزيز فين؟ فشاورت لي وقالت لي اطلع. وطلعت الدور الثالث، وقتها لقيت شقتين، واحده على اليمين وواحده على شمالي. واول بس ما وصلت للدور الثالث فتحت باب الشقه اللي على اليمين وقالت لي انا اخت عبد العزيز، اتفضل لغايه ما يجي عبد العزيز من مشواره. انا كنت مكسوف قوي وقتها ومش عارف ادخل ولا انزل تاني، بس اطمنت لما سمعت صوت راجل جوه البيت فدخلت على طول. اول ما دخلت البيت وقعت عيني على حاجات غريبه قوي، لان انا من صغري عندي عاده غريبه، وهي اني الاحظ كل الحاجات اللي حواليا بالتدقيق الممل. شفت نتيجه التواريخ ولقيت مكتوب عليها وقتها تاريخ من عام 1999. استغربت وقتها بس قلت عادي، يمكن بيحب يحتفظوا بالحاجات زي خالتي. وكملت ماشي لحد ما وصلت لأوضة الصالون. سمعت صوت أتاري ولقيت ولد صغير قاعد قدام التلفزيون بيلعب أتاري. رحت نطقت من غير ما أقصد ايه ده؟ أتاري؟ لأنها كانت لعبتي المفضلة وأنا عيل صغير. وقتها ضحكت عليا أخت صاحبي وقالت لي أيوة ده أتاري، والأتاري ده كان بتاعي وأنا صغيرة، وفضلت محتفظة بيه علشان أخونا محمد اللي أنت شايفه قدامك ده يلعب بيه. بصيت لها وضحكت وقعدت في الصالون وهي مشيت وجت تاني. كانت جايبه لي كوبايه شاي وقالت اتفضل الشاي لحد ما عبد العزيز يجي من بره. قلت لها والله انا اسف، انا كنت جاي اصور مذكرات النهارده من عبد العزيز وكنت متفق معاه على الساعه 10، بس هو لحد الان ما جاش، وكنت لسه هتكلم تاني وترد عليا بس سمعنا صوت عالي. بصيت لها كده وقلت لها هو ايه الصوت ده؟ قالت لي اهدى ما تقلقش مفيش حاجه، ده الكهربائي جبناه جوه علشان يصلح الكهرباء علشان قفلت اكتر من مره، وهو بقاله اكتر من ساعه جوه وبيزعق للصبي بتاعه. فافتكرت كده وجه في بالي وقتها ان صوت الراجل اللي سمعته وانا داخل البيت هو صوت الكهربائي. وبعدين سالتها وحضرتك اخت عبد العزيز؟ فردت عليا وقالت لي لا انا اسمي شاهندة وجارة عبد العزيز، بس زي ما تقول كده اتربيت معاهم وانا صغيره، وزي ما تقول كده بيت اخته. وهي بتكلمني وقعت عيني على ساعه البيت، فبصيت للساعه كده ولقيتها الساعه 9:30. فاستغربت. لاحظت جارة عبد العزيز او خلينا نقول اخته ان انا ببص على الساعه، فبصت هي كمان معايا على الساعه وقالت لي انت بتبص على ايه؟ على الساعه دي؟ قلت لها ايوه. هي ليه واقفه على 9:30 مع ان الساعه دلوقتي 10؟ فاول ما قلت لها كده قالت يا لهوي هي الساعه عدت 9:30، وندهت بسرعه على اخوها محمد الصغير وقالت له روح يا محمد بسرعه على الكهربائي واستعجلوا وقولوا ان الساعه جت 9:30. فانا استغربت وقتها وقلت لها هو في حاجه؟ بصت بابتسامه غريبه عليا وقالت لي لا ما تقلقش مفيش حاجه، بس المفروض ان الشقه دي تولع الساعه 9:30. انا وقتها مخي اتشل وما عرفتش افكر نهائي. وقلت لها ثانيه بس يا شاهندة انت قلت ايه دلوقتي؟ وكانت لسه هتنطق وتتكلم معايا بس صوت الكهربائي وقتها كان عالي شويه وهو بيقول المطبخ مش عايز يولع يا جماعه فهنتاخر شويه في الحريقه. ردت هي عليه وقالت له طب يلا بسرعه احنا كده هنتاخر عن كل يوم. انا تنحت وقتها وما كنتش فاهم هو ايه اللي بيحصل، وسالتها هو الكهربائي اللي جوه ده بيحاول يولع في المطبخ فعلا؟ وبالفعل ردت عليا وقالت له وعلشان اتاكد ان انا سمعته صح قلت لها يولع نار؟ فقالت لي ايوه. جه في دماغي وقتها وقلت طالما هو كهربائي يبقى هيولع عن طريق ماس كهربائي اكيد. دماغي فضلت تودي وتجيب وقلت الله هو انا اللي عبيط ولا الكلام اللي سمعته ده عادي ولا انا ايه؟ وانا بسأل نفسي حصلت الكارثه.
سمعت صوت فرقعه والاضاءه اتهزت والنور قطع. صرخت جامد وقمت من مكاني وقلت لهم يا اولاد المجنونه انتوا بتولعوا في الشقه بجد؟ البنت اللي هي اخت صاحبي فضلت تصرخ وتجري على المطبخ، وانا شايف ضوء نار هتطلع من المطبخ. خرجت من البيت بسرعه، بس وانا هخرج علشان اشوف حد يلحقني ويقول لي ايه اللي بيحصل في بيت صاحبي، لقيت راجل وجنبه طفلين واقفين في باب الشقه اللي قدامي وكانوا بيبصوا لي بخوف واستغراب. قلت له في حريقه في الشقه هنا، الحقنا يا حاج. قلتها كمان بلهفه وخوف، بس الراجل ما تاثرش وفضل يبص لي كانه مش مدرك الكلام اللي بقوله. بعدها سالني هو انت يا ابني دخلت الشقه دي ازاي؟ بصيت ورايا على الشقه ولقيت مفيش حريق ولا نور ولا اي حاجه من اللي انا شفتها. ده انا كمان لقيت على الباب خيوط عنكبوت وتراب، والاساس كمان بتاعها كان متبهدل كانها شقه مهجوره. كنت بشوف كل ده وقتها وانا متوتر، فرحت للشقه وقفلت الباب كده وبصيت للحاج اللي قدامي وقلت له معلش يا حاج ممكن اخش حمام بيتكم؟ فبص لي كده وقال لي هو انت مين دخلك الشقه دي يا ابني؟ وانت كنت جاي هنا علشان مين؟ وخدوا بالكم دي تاني مره الراجل ده يسالني نفس السؤال. قلت له والله يا حاج انا جاي علشان اقابل صاحبي وهو قال لي ان هو ساكن في العماره دي في الدور الثالث. وفعلا لما طلعت الشقه دي طلعت لي واحده من جوه وقالت لي ان هي اخت عبد العزيز. فانا دخلت وكانت الناس دي غريبه وافعالهم غريبه لحد ما الشقه كلها ولعت بينا. فهديت شويه في الكلام وقلت له هو انا عبيط يا حاج ولا كل الكلام اللي انا بقوله ده تخاريف؟ انا حاسس ان انا كنت هفقد الوعي. جه الراجل الكبير وقتها وسندني قبل ما اقع وقال لي حظك وحش يا ابني، معلش اظن انا عارف كل اللي انت بتحكيه ده كويس وعارف الشقه دي فيها ايه بالظبط، بس انت جاي تسال على مين؟ قلت له انا جاي اسال على واحد اسمه عبد العزيز. وقف الراجل شويه وقال لي ده ابني وهو جه من شويه وسال يمكن حد من صحابه جاي علشان يزوره علشان كان متفق مع واحد، بس لما لقيك ما جيتش نزل تاني. ودخلت مع ابو صاحبي جوه البيت وقعدت على كرسي وقال لي اهدى يا ابني. كان شكله راجل كويس جدا ووقور. ساعتها قال لي معلش يا ابني على اللي انت شفته، بس انا هضطر احكي لك عن كل حاجه حصلت في الشقه دي. من حوالي 10 سنين كان في واحدة ساكنة هي وابنها وبنتها في الشقة دي، وكانت علاقتنا بيهم كويسة ويعتبر عبد العزيز متربي معاهم. ولكن للأسف في يوم من الأيام وهم بيصلحوا كهربة الشقة، وكان الكلام ده الساعة 9:09:30 كده، انفجرت بيهم أنبوبة الغاز، وأم شاهندة وأخوها ماتوا قبل ما يوصلوا المستشفى الله يرحمهم. وزود في الكلام وقال إن المشكلة فيها أيام من الشهر في أصوات بتطلع من الشقة دي، وأول ما تيجي تفتحها تلاقيها فاضية وما فيهاش أي حد. وكمان يا ابني احنا اتعودنا اصلا ان كل يوم بالليل بتظهر اصوات من الشقه دي، اصوات بقى ناس بتصوت وناس بتزعق زي ليله موتهم بالظبط. انا عينيا كانت مفتوحه وبقي كان مفتوح وهو بيتكلم وما كنتش مستوعب كل الكلام اللي بيقوله ده. وقتها قلت له كلامك صح يا حاج، انا شفت اللي اسمها شاهندة دي وهي بتقول للعفاريت اللي حواليا او الصنايعيه اللي هم كانوا شغالين كهرباء ان الساعه عدت 9:30 وجه الوقت اللي يولعوا فيه الشقه. وفعلا بعدها على طول الشقه ولعت بينا. رفع الراجل حاجبه وهو مستغرب مش مصدقني وبيفكر، وراح قايل لي انت شفت فعلا عفريت شاهندة وهو بيقول الساعه 9:30 وبقت 10 وانهم اتاخروا؟ بلعت ريقي وقلت له ايوه والله العظيم انا شفت ده، وكمان لقيت نتيجه مكتوب عليها عام 1999. ولسه ما كملتش كلامي وفجاه سمعنا حد بيخبط على باب الشقه. جري الاطفال وقتها وفتحوا الباب فلقينا اللي في وشنا دي شاهندة. قلت لها وانا بترعش وابص للراجل وبقول له شاهندة، ولقيت شاهندة جايه وبتتكلم مع الراجل وتقول له الحق يا عمو الساعه عدت 10 من زمان والميعاد بتاعكم جه يلا بينا. وفوق كل ده كمان لقيت الراجل بينادي على مراته من المطبخ وبيقول لها يلا يا تفيده ميعادنا جه علشان نولع في البيت كله. بصيت للراجل وبصيت لشاهندة وقلت له لا يا حاج كده بصراحه اوفر قوي قوي، ايه اللي بيحصل معايا ده؟ لقيت الراجل بيقول لي معلش يا ابني نسيت اقول لك، اصل يوم الحريقه من 10 سنين طال ماسك كهرباء الشقه بتاعتي برضه وموتنا احنا كمان فيها. وقال لي بعد اذنك كده يا ابني شوف معاك كبريت بس كده علشان نولع في الشقه. وفعلا بعد لحظه لقيت النار كمان ولعت في الشقه دي. جريت بسرعه على باب الشقه وخرجت وبصيت ورايا لقيت الشقه مهجوره زي شقه شاهندة بالظبط. كده بقى بدات افسر كل اللي بيحصل معايا. نزلت على السلم بسرعه وانا بتخيل الناس الاموات دي بتجري ورايا، وبعد ما نزلت من العماره لقيت باب العماره مفتوح والعماره كمان ما فيهاش اي ضوء. مشيت بسرعه في الشارع وانا بقول يا ريتني ما جيت ويا ريتني ما كنت اعرف عبد العزيز من اساس. انا كنت مرعوب حرفيا بسبب كل اللي بيحصل معايا ده، وقعدت اسال نفسي اسئله وانا ازاي دخلت العماره دي اصلا والباب بتاعها مقفول وما فيهاش اي اناره. مشيت بسرعه في الشارع وانا بقول يا ريتني ما جيت المكان ده ويا ريتني ما كنت
كنت اعرف عبد العزيز، بس افتكرت وقتها مكالمة عبد العزيز وهو بيقول لي ادخل الشارع اللي على الشمال، وانا نسيت ودخلت اللي على اليمين. دخلت الشارع اللي على الشمال اللي كان وصفه لي عبد العزيز وانا نسيته، علشان كان عنده حب استطلاع اعرف ايه كل اللي بيحصل معايا ده. دخلت الشارع وبصيت للبيوت ولقيت عبد العزيز بيقول لي اطلع، فقلت له انزل انت، وانا خايف اطلع بيوت تاني اصلا. فعلا نزل عبد العزيز، واول ما نزل على طول حكيت له كل اللي حصل وقلت له انا لازم اعرف دلوقتي ايه العماره دي ومين الناس اللي قابلتهم دول. فقال لي اهدى بس يا عم، تعال ادخل البيت وانا هحكي لك كل حاجه بالتفصيل. دخلت بيت عبد العزيز وبدا يحكي لي عن كل حاجه والتفاصيل بتاعه العماره دي، وعرفت الحقيقه فعلا. والحقيقه ان العماره دي والساحر ده حصل خلاف ما بينه وما بين واحد، او الناس في المنطقه بتقول ان هو حصل خلاف ما بينه وما بين الجن. ولما حصل الخلاف ده العماره كلها ولعت بالناس اللي كانت فيها، ومحدش من اللي فيها قدر يطلع منها. ومن يومها محدش بيقرب من العماره دي نهائي، وحتى اصحاب العماره اللي كانوا مأجرينها ما رضيوش وقتها يجددوها، وده بسبب سمعتها الوحشه، وان هم حتى لو جددوها محدش هيدخل العماره دي تاني. الشاب بتاع قصة النهاردة اسمه خالد، بيحكي ويقول أنا كانت علاقتي مع خالي قوية جدا، يعني مش علاقة خال مع ابن أخته، وكمان خالي ده كان عندي كل أسراره وهو كمان كان عنده كل أسراري. المهم في يوم من الأيام اتصل بيا خالي وقال لي تعالى معايا أشوف رأيك في البيت الجديد اللي أنا عاوز أشتريه. وطبعا علشان خالي كان خاطب وقتها فحب يدور على بيت جديد، ولما لقى بيت حب ياخد رأيي. ساعتها انا بقى ما استنيتش ورحت الخال على طول، وبعدها رحنا للبيت اللي عاوز يشتريه، والبيت ده كان بعيد عن المدينه. المهم وصلنا للمكان وشفت البيت، والبيت وقتها ما كانش عاجبني، كان محتاج يتشطب وكان كمان محتاج ترميم، وما كانش البيت كبير كمان، كان فيه كذا اوضه محدوده، وحوالين البيت ده بيوت تاني كانت لسه بتتبني. بعدها اتصل خالي بصاحب البيت ده علشان يشتريه، وبالفعل جه صاحب البيت ده وكان كبير في السن، وساله خاله وقتها وقال له هو البيت ده للبيع؟ رد عليه صاحب البيت وقتها برد غريب، وبعدها سكت وكان كده متوتر ومش عارف يرد. انا وقتها استغربت من سكوته، وخالي كان واقف عادي. فصاحب البيت وقتها رد عليه وقال له ايوه للبيع. انا سالته ليه البيت حالته كده ومش مترمم؟ رد عليا صاحب البيت وقال لي اصل اللي كانوا ساكنين فيه طلعوا منه وسابوه كده، وانا ساعتها انشغلت ولا رممته ولا حتى ظبطته. رد خالي وقال له خلاص الترميم والبهي عليك. بعدها انا خدت خالي على جنب وقلت له نشوف بيت تاني احسن من ده، لان انا حاسس ان البيت ده وحش وحاسس ان الراجل ده كمان بينصب علينا. خالي ساعتها رد عليا وقال لي لا البيت عاجبني وسعره حلو وكمان بعيد عن المدينه والازعاج. وقتها انا قلت لخالي براحتك. المهم وافق صاحب البيت وقال خلاص البويه والتشطيب هديه مني للعريس. رحت انا اتكلمت وقلت له طب التشطيب ده هيخلص امتى؟ رد عليا صاحب البيت وقال لي مش هياخد وقت، اسبوعين بالكتير او شهر الا ويكون جاهز. قلت له طيب. وبعدها رحنا نشوف اساس البيت والسفره واوضه النوم والكلام ده، وكان كله وقتها على ذوقي، لان خالي وقتها كان بيثق فيا وذوقي بحكم الخبره والموضه يعني. حجزنا الحاجه وقلنا اول ما يخلص البيت والتشطيب اللي فيه هناخدها ونروح للبيت. بعد اسبوعين من الكلام ده البيت خلص فعلا، فاحنا رحنا جبنا الحاجه اللي اشتريناها وحطيناها فيه، واتجوز خالي وسابني لوحدي وراح قضى شهر العسل. بعد ما رجع خالي من شهر العسل اكتشفت حاجات غريبة في خالي، وهي ان خالي كان مقصر في الصلاة جدا، مع انه قبل الجواز كان محافظ عليها وكمان محافظ على الاذكار. بعد جواز خالي ب3 شهور رن عليا وقال لي انا عاوزك ضروري. اتخضيت وقلت له هو في حاجة ولا ايه؟ فخالي رد عليا وقال لي لا مفيش، تعالى بس بسرعة في حاجة عاوز احكيها لك. انا اتحركت بسرعة لبيت خالي ورحت له، لان كنت حاسس ان في حاجة غريبة وان في حاجة هتحصل. دخلت البيت وقتها وقلت له هو في ايه يا خالي؟ جايبني على ملا وشي كده. وقتها اتقلب وش خالي وكان حزين. طلعت مرات خالي من الأوضة وقعدت معانا، وخالي قال لي هقول لك على حاجة يمكن ما تصدقهاش. قلت له هو ايه اللي بيحصل؟ شغلتني يا خالي اتكلم بسرعة. خالي قال لي ان مراته بتسمع حاجات غريبة في البيت وبتحس بحاجات غريبة وان حد ساعات بيمشي وراها. قلت له يا خالي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ مش معقولة بيتك يكون شكله حلو كده وتحصل فيه الحاجات اللي انت بتقول عليها. وبعدها بدأت اهدف خالي وجه وقت الصلاة. قلت له يلا يا خالي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كده ويلا نصلي في المسجد. خالي قال لي لا روح انت صلي وانا هصلي في البيت علشان ما سيبش مرات خالك وحدها. ساعتها قلت له طيب ورحت اصلي. وبعد ما رجعت من المسجد دخلت بيت خالي وسمعت صوتهم عالي ومرات خالي بتصرخ. قلت يمكن عاملين فيا مقلب علشان اخاف، لان خالي لما حكالي انا ما صدقتش مع اني ما انكرش وجود الجن والشياطين. انا قعدت وقتها وسمعت خالي بيقول لمراته يا بنت الحلال اتعوذي من الشيطان، عاوزانا نروح فين ونسيب بيتنا؟ واسمع مرات خالي بتقول له وهي بتبكي انا مش هقعد في البيت ده فيه جن ومش هصبر دقيقه واحده في البيت ده. ساعتها جه في بالي فكره وندهت خالي وقلت له انا سمعت كل اللي حصل بينكم وعندي فكره. خالي قال لي قول الفكره بسرعه اصل انا مش عارفه اتصرف. قلت له خد مراتك واقعدوا عند امي واخواتي لحد ما نشوف حل للموضوع ده. وفعلا راحوا عند امي وفضلت انا في البيت، وقلت لخالي انا هبات هنا علشان اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. قعدت لوحدي في بيت خالي ودورت في البيت كله،
يمكن الاقي تفسير للي بيحصل لهم جوه البيت. وانا بدور سمعت صوت اغاني، فرحت للتلفزيون لقيته شغال على قناه اغاني. قلت يبقى مرات خالي هي اللي شغلته قبل ما تمشي، ما هي زيها زي خالي مقصره في الصلاه. وتاني يوم جه خالي البيت وقلت له اسمعني، انت خليك بايت هنا النهارده وانا هشوف ايه اللي هيحصل معاك، وكلمني لان انا عندي شغل النهارده وهمشي. وافق خالي وقتها وقال لي ماشي، بس خلي بالك من تليفونك علشان لما رن عليك. خالي كان خايف جدا ان انا مشيت، ورحت الشغل وقتها وكنت ناوي ان انا بات معاه، بس اتاخرت وقتها في الشغل وقعدت للساعه 11 بالليل وما قدرتش اروح له. اتصل بيا خالي وقتها بعد ما نمت على طول وقلت له في ايه؟ فقال لي بسمع اصوات غريبه في البيت وان حد بيراقبني وان حد كمان بيمشي ورايا. ساعتها قلت ان مرات كلام خالي صح وان هي مش بتهيأ لها وان الحاجات دي فعلا بتحصل معاها. قلت لخالي ما تخافش، انا مسافه السكه وابقى عندك. اول ما وصلت لقيت المسكين خالي بره البيت ومستنيني وكان خايف. قلت له ايه ده يا خال، خايف ليه بس؟ قال لي البيت ده فيه جن. قلت له الجن في كل مكان مش في بيتك بس. وبعدها دخلنا البيت وقلت له خلاص يا خالي كمل نومك وانا هنام معاك وابات هنا. فدخل خالي في الاوضه بتاعته علشان ينام وقال لي ماشي، بس كل شويه كان ينادي عليا وهو خايف ويقول لي انت نمت ولا لسه؟ فطمنته وقتها وقلت له انا لسه ما نمتش يا خال، انا هنام بعد ما انت تنام على طول. وبعد ما قعدت صاحي لحد ما خالي ينام انا كمان نمت، وما صحيتش غير لما خالي صحاني كتير وقلت له في ايه يا خالي؟ قال لي افتكرتك ميت ولا الجن والعفاريت عملوا فيك حاجه. ساعتها ضحكت وقلت له ما تخافش يا خالي، ما حصليش حاجه، انتوا بس اللي خايفين زياده عن اللزوم من بيتكم. وقتها خالي قال لي انا قررت ان انا اسيب البيت ده وابيعه. قلت له لا يا خالي تعوذ من الشيطان كده، بيتكم لسه جديد وانت اللي اخترته بنفسك من بين باقي البيوت. قال لي لا انا عاوز اسيبه. قلت له طيب اديني يومين وانا هقول لك تبيعه ولا لا. فقال لي ليه هتعمل ايه؟ قلت له هقول لك بعدين. وبعدها فطرنا وخالي قال لي انا عندي شغل كتير ومش هاجي غير بكره، بس خايف اسيب البيت فاضي ويتسرق. ضحكت وهزرت معاه وقلت له بالله عليك مين يسرق بيتك وانت بتقول ان في جن؟ وقلت له خلاص يا عم روح انت الشغل بتاعك وانا هبات النهارده في البيت. قال لي اخاف يحصل لك حاجه وانت لوحدك. قلت له اطمن يا خالي، روح انت واديني مفاتيح البيت وما تشغلش بالك باي حاجه. وبعدها جات لي فكره كويسه، وهي ان اتصل بشيخ يجي يقرا قران في بيت خالي ويشوف ايه اللي بيحصل في البيت بالظبط. وفعلا رنيت على شيخ وحكيت له اللي بيحصل، وقال لي الشيخ ان هو هيجي بكره العصر ويشوف في ايه. فقلت له خلاص ماشي يا شيخ انا في انتظارك. وبعد ما كلمت الشيخ دخلت اغير هدومي، فحسيت بحاجه كده بتلمسني في جسمي ونفس بارد على ظهري. بصيت ورايا ما لقيتش حد. بعدها طلعت قعدت في الصاله فسمعت صوت خالي بينادي من الاوضه التانيه، فقلت غريبه خالي رجع ليه؟ مش هو قال ان هو عنده شغل؟ وقتها بقى رحت للاوضه بسرعه بس ما لقيتش حد. دورت على خالي وقتها في البيت كله بس برضه ما لقيتوش. كمان علشان اتاكد طلعت شفت عربيته موجوده بره البيت ولا لا، ووقتها برضه ما لقيتهاش. دخلت الصاله تاني وقعدت وسمعت صوت مرات خالي بتنادي على خالي في نفس الاوضه. وقفت شويه ولقيتها كمان بتنادي عليا وتقول لي تعالى بسرعه. انا خفت جدا وقتها وقلت ايه اللي جاب مرات خالي من عند امي. رحت للاوضه علشان اشوف مرات خالي عاوزه ايه وبرضه ما لقيتهاش. بعدها اتأكدت ان البيت ده فعلا مسكون وفيه جن. جبت مصحف وقعدت اقرا فيه لحد ما نمت وما حسيتش بنفسي غير وخالي بيصحيني وبيقول لي قوم قوم انت فيك حاجه ولا ايه؟ ساعتها قلت له اسكت يا خالي انا سمعت كل حاجه وحسيت بكل حاجه انتوا كنتوا بتقولوها. خالي قال لي شفت علشان تصدقني. فوقتها الباب خبط وخالي خاف ساعتها وافتكر ان اللي بيخبط ده جن. قلت له لا يا خالي ده الشيخ اللي انا موعده علشان يجي يقرا قران في البيت. دخل الشيخ وحكيت له الموضوع والحاجات اللي بتحصل انا وخالي. فالشيخ قال لي ان البيت ده مسكون ومقصرين فيه في ذكر الله، وسأل خالي هو مين فيكم مقصر في ذكر الله والصلاه. رديت انا على الشيخ وقلت له خالي وزوجته مقصرين في ذكر الله والصلاه. فرد الشيخ وقتها وقال لي ايوه البيت ده كان فيه عمل قبل كده وعلشان خالك ومراته مقصرين في ذكر الله فسكنوا الجن تاني. الشيخ قال انا قريت وان شاء الله ما يكونش في البيت ده جن تاني، بس حافظوا على الاذكار والصلاه انت وزوجتك. وبعد شهر من رجوع مرات خالي للبيت والحفاظ على الاذكار والصلاه كل الحاجات اللي كانوا بيسمعوها ويحسوا بها جوه البيت اختفت وما عادتش بتظهر تاني. ودي كانت نهايه القصه. لو عجبتكم ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات وكمان تشتركوا في القناه. ولو عندكم اي قصه رعب حصلت معاكم قبل كده فممكن تكتبوها لي في التعليقات من تحت او تتواصلوا معايا. اشوفكم في الفيديو الجاي وقصه جديده، والسلام عليكم.